القاهرة. يا صباح الخير اللي معانا. يا حسين، يا حسين قوم. ايوه ماما انا صح اهو، اديني فرصه طيب ارد. يخيبك، كنت مفكرك بتصحى العصر يا ولا. لا يا ماما انا بصحى في ميعاد الشغل عادي. ربنا يصلح حالك يا ابني. هسيبك بقى واروح اصحي اخواتك عشان نفطر سوا. ماشي يا امي. بس خدي بالك. هناء هي بقى اللي بتصحى على العصر كده. لا، هناء بنتي الله يكون في عونها على نفسها، عليه العوض ومنه العوض. يا فريحة، يا فريحة قومي يلا الساعة 8. يلا يا بنتي عشان نلحق الطعمية سخنة. حاضر يا ماما، حاضر يا ماما حاضر. وبعد ما تيتا زينب صحت حسين وفريحة قال ايه عشان الطعمية سخنة، قامت مسكت المقشة وكانت لسه هتكنس، قامت قالت لهم بصوا بقى يا ولاد، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فهميني بقى يا ماما، كان قصدك ايه بان الولاد يعني عينهم مش مليانة؟ انت بتقعد مع عيالك وتسمعهم كام ساعة في اليوم يا حسين؟ بتعرف هما بيحبوا ايه وبيكرهوا ايه؟ كنت بشوف الحاجات دي في الافلام، ان الاب ما يعرفش حاجة عن ولاده وي وي وي، لحد ما لقيتها في ولادك. ما همهم معاهم يا ماما وتعرف. امال انا مش مخليها تشتغل ليه؟ امهم معاهم. هم عيالك ولاد ولا بنات؟ مش ولاد برضو؟ ولادك بيكبروا وهيوصلوا لسن عايزين يحكوا لك انت، مش يحكوا لامهم. عيالك عينهم مليانة فلوس بس مش مليانة من ابوهم. تصدق يا ماما انا علاقتي بقت بالعيال وامهم علاقة سطحية قوي. ده حتى الكام شهر اللي فاتوا باسمي يا بابا انا عايز المبلغ الفلاني، يا حسين انا عايز المبلغ العلاني. ابني بقى مكنة صرافة يا ناس. لولولولولي. المرة اللي فاتت لما قلتلك العيال مش عايشين عيشتهم ليه، فكرت فيها قلت ما ابراهيم ابوك الله يرحمه كان على قد حالاته، بس ما كانش بيبخل علينا بشيء. بالبلدي كده ما كانش بيحرمنا من حاجة. وايه يعني الحمد لله حسين يا ابني ربنا رزقه رزق واسع، يبقى ما يحرمش ولاده من حاجة. بس ما تكونش ماكينة صرافة، يعني ما تبعزقهاش قوي وما تمسكهاش قوي. الوسط حلو يا ابني، الاعتدال في الشيء، فاهمني؟ خليك اب كامل مما جميعه. ايوه يا ماما فاهمك، انا لازم احط حد فعل للموضوع ده. فريحة يا حبيبتي، خفي على ولادك شوية. الادب حلو بس مش بالشدة دي. ولادك ما عادش عندهم ثقة في نفسهم، عارفة من ايه؟ من كتر التهزيق والضرب اللي انتي بتعمليه فيهم. يا تيتا خضتيني. بصوا يا ولاد، هقول لكم على حاجة. انا مش ام مثالية ربت عيالها التلاتة احسن حاجة، اديكم شايفين انا اختكم. بس خلاص هقعد انفخ في ابرة مخرومة؟ ايوه يا ماما فاهمينك والله. ويعني بصراحة كده انا عارفة ان انا مش من حق ان انا اتدخل لا في تربية عيالكم ولا في بيوتكم، ويعتبر ولا فيكم، بس انتم عيالي لازم انصحكم. فعموما انا عطيت لكم نبذة عن اخطائكم دي، وفي مرحلة عمري اللي انا فيها لا املك غير الدعاء ليكم. وبنصحكم يعني ان انتوا تشوفوا اخصائيين التربية اللي بيقولوا عليهم دول، وتنفذوا الكلام بتاعهم، وتعملوا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه في التعامل مع ولادنا. يلا لما اروح اشوف ورايا ايه. يا ترى القلم كده مهمته خلصت مع تيتا زينب ولا لسه في مهمة جديدة؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية في أين قلمي هنا العنوان. استنونا يوم الجمعة مع المكان ال13 للقلم هيري.